في سنة 54 كنا بنتفاوض مع الإنجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع أعضاء السفارة البريطانية، وقالوا لهم إن احنا سنستطيع أن نستولي على السلطة وسنستطيع أن نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معنا. وكان الإخوان المسلمين كحزب لا يمثل أبدا الشعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت أيام ما كنا بنحارب في القنال سئل: ايه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال: احنا والله دعوة واسعة، انتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم انكم تحاربوا في القنال، واحنا نرى ان المصلحة ان نحارب في بلد اخر. دي دعوة الإخوان المسلمين، كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين.